عشاق البطاطا، تعالوا نعمل مع بعض حلو كده سهل وسريع بمكونات بسيطة قوي قوي. هتاخدي حاجة بجد روعة. مش هتاخد منك اي وقت ولا هتاخد منك اي مجهود خالص. والبطاطا كمان دلوقتي عارفين ان هي شتوية متوفرة كتير جدا وسعرها رخيص قوي. وكمان هنعملها بطريقة هتغير المذاق بتاعها جدا. جربوا معايا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. البطاطا بالكريم كراميل. هنعمل مع بعض دلوقتي البطاطا الأول نسلقها كده أو نشويها. انا ما جبتلكوش بقى الطريقه بتاعتها لان انا كنت لسه عامله معاكم فيديو من كام يوم. طريقه شويها، فانا بصراحه كانت باقيه عندي كده كام بطاطايه من اللي فاتت. فروحت جايه واخداها بقى ايه، قلت اعملها كده بدل ما نرميها وكمان يعني. هرستها. في ناس بتحب ان هي تسلقها عادي جدا على البوتاجاز، مفيش مشكله. كده ولا كده احنا هندخلوها الفرن فمشويه او مسلوقه مش هتفرق معانا كتير. يبقى هنسلق البطاطا كده ونروح جايين هرسنها. وكمان هقول لكم على باقي المكونات معانا دلوقتي. معانا كريمة خفق، اللي ما عندوش كريمة يجيب زبد سوري يجيب اللهم صل على النبي، يجيب سمنة. سمنة بلدي او قشطة من اللي هي بتاعة اللبن. الافضل تكون كريمة او قشطة يعني. وهنحط كمان عليها كده، هعززها عليها كده معلقة كبيرة من العسل. وهروح جاية حاطة الكريمة معانا كده عليها. ونقلبها برضو كويس جدا. نحاول كده نخلي المكونات كده تتجانس مع بعض. بجد طريقة مختلفة جدا وفي نفس الوقت بسيطة قوي. وهتاخدي منها طعم حلو برضو. الكريمة معانا زي ما انتوا شايفين كده بتخفف البطاطا وكمان بتديها طعم حلو قوي. هنزود لها كمان سوداني. لو انتوا حابين ومتوفر عندكم مكسرات اوكي، زودوا اي مكسرات انتوا عايزينها. بس انا كان متوفر معايا او متوفر عندي اليوم ده سوداني. فهحط لها كده سوداني. وكمان هزود لها رشة قرفة. هحط لها بس رشة قرفة بس مش كتير قوي. القرفة برضو هتديها طعم حلو قوي، الطعم الشتوي بقى فاهمين. فرشة القرفة دي بجد هتغنيكوا كده عن حاجات كتير وهتديها طعم حلو جدا. هنحط كده رشة برضو بسيطة، بصوا رشة بسيطة قوي. يا دوب بس كده تدي نكهة صغيرة، يعني نكهة بسيطة. وكمان هنقلب بقى كل الحاجات دي كويس جدا برضو ندخلهم كده مع بعض. هنجيب بقى بصوا بسيطة قوي، عايزين تحطوا بتاع ده مكسرات اوكي. حطيت كده دهنة من السمنة البلدي في اللي هو القالب بتاع الانجليش كيك. وهروح جايه حاطه البطاطا معانا في القالب كده. لو حابين تحطوا زبيب اوكي برضو. ولو حابين تحطوا تمر مفيش مشكله. انا حطيت السوداني كده وهروح جايه بقى منزلاها وهساوي القالب بتاعنا كويس جدا. حاولوا كده تسووه. بصوا البطاطا اصلا معانا بيوريه خالص ازاي وناعمه جدا. هروح جايه عامله بقى ايه دلوقتي، هعمل بقى الكريم كراميل عشان احطه على البطاطا قبل ما ادخلها الفرن. مكونات معانا بقى ايه بتاعه الكريم كراميل. معايا كوبايه لبن، ومعايا حوالي نص كيس كده من الكريم كراميل. هنحط طبعا اللبن على الكريم كراميل ونقلبه كويس جدا بالطريقة بقى اللي انتوا شايفينها دي. وكمان هروح جاية واخداه حطاه على النار لحد ما يتقل معايا. بس حاولوا ما تقلهوش قوي عشان ما يبقاش مكلكع، يعني اول ما يبتدي يتقل كده نروح جايين شايلونه من على البوتاجاز ونروح جايين حاطينه بقى على البطاطا وهو سخن كده. بصوا بقى السمك بتاعه سايب شوية، انا ما تقلتهوش قوي عشان خاطر هو لسه هيمسك معانا كمان شوية لما يدخل الفرن، ولما يبرد هيمسك معانا جدا. هنحطه بقى كده هنوزعه على البطاطا كويس جدا. وبعدين نروح جايين واخدين القالب معانا ونروح جايين مدخلينه الفرن من فوق ومن تحت لمدة 10 دقايق بس. انا عايزة بس الكريم كراميل يمسك على البطاطا وفي نفس الوقت ياخد اللون المكرمل الحلو قوي ده. بجد تحفة جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي. تخرج بقى من الفرن كده ونروح جايين موزعين عليها الكيس بتاع الكريم كراميل، اللي هو كيس الكراميل نفسه زي ما انتوا شايفين كده. نوزعه بقى عليها بحيث ان هو كده ان هي تتشرب بكل الكراميل وتاخد لون حلو جدا. وطبعا عارفين الكريم كراميل اساسه كراميل.
فبجد الوصفة دي حلوة جدًا هتعجبكم. لو عندِك أي ضيوف، لو مستعجلة، لو عندِك بطاطا باقية، لو عيالِك مش عايزين ياكلوا البطاطا مثلًا، اعملوا لهم الوصفة دي بجد هتعجبكم، وسهلة وكمان مليانة فيتامينات ومليانة، أنتم عارفين البطاطا قد إيه مفيدة للجسم. قطّعوها بقى بالطريقة اللي تريّحكم، أنا قطّعتها كده زي ما أنتم شايفين، هاسيبها بس تهدى شوية عشان خاطر نعرف نشيلها من القالب ده، لإن هي لو سخنة وجيتوا شلتوها هتلاقوها مفرفتة كده، مش هتطلع كده زي ما أنتم شايفينها معايا. أنا عايزة أوريها لكم بقى بعد ما طلّعتها كده من الفرن، سيبوها بس تهدى شوية عشان خاطر تعرفوا تقطّعوها. بُصّوا شبه السويسرول، التشيز كيك، بجد حاجة كده روعة، الطعم هيعجبكم جدًا، جدًا. يالّا بقى لو أول مرّة بتشوفيني انزلي اعملي سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد أنا بانزّله، ولو مشتركة معايا قبل كده فوجودِك واشتراكِك يشرّفني طبعًا وعلى راسي. كمّلوا بقى خلاص، لأ مش كمّلوا، هو الفيديو خلاص يعتبر خلص كده، استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله Rolling up, we making on the road. Every time I get it, it's with you. Told me that they're saying on the road. They don't even know you yet. I don't even want you back.